على مستوى موقع مرجة الفورات. يطل هذا المسجد الشاهق بتاريخه الحافل في إطار هذا المجسم الخاص على هذه الأرض الطيبة المعطاء. ولكن نستمر ولكن الحمد لله والشكر والمن له بعد مجموعة من الأعمال التي يتم إنجازها في هذه اللحظات وتسير بوتيرة طيبة. وضعت هذه اللوحة لتبرز أهمية هذا البرنامج في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، وهذا المشروع المتكامل الذي سيعرف أشغال إنشاء الطرق وتهيئة الفضاءات المرافقة لها في الضفة اليسرى من الشطر الأول، وأيضا هناك شطر ثاني مرجة الفورات بالقنيطرة. وتضم مكونات هذا المشروع بناء الطريق والترصيف وتطهير السائل لمياه الأمطار والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والملاعب وفضاءات الترفيه. هذا المشروع من إنجاز جماعة القنيطرة، مدة إنجازه 18 شهرا، وسيعرف بالفعل النور إن شاء الله. وهذه الأشغال التي الآن وصلت إلى هذا الذروة، هذا المفترق الطريق الذي تنجز من هنا على كما قلت بجوار مسجد مولاي إدريس بمنطقة حي أورضة في نهايته، والطريق وصلت إلى هذا الحد، والأشغال تسير بوتيرة عالية وهامة. وهذه الآلات والوسائل الخاصة التي يتم من خلالها إنجاز العديد من الأشغال في هذا اليوم أيضا بالذات، بعد توقف على مستوى عيد الأضحى المبارك. الأشغال بدأت بوتيرة عالية وهامة. بعد الشريط السابق الذي حاولت أن أوضح فيه الأعمال والمنجزات التي تسير فيه الطريق، اليوم أيضا في هذا اليوم كما قلت يوم الجمعة سأتابع استكمال بعض الأشغال التي تقام تتميما لهذا المشروع الهام. هكذا هي الجرافات تقوم بعمليات تنقية جوانب الطريق التي بدأت تظهر على مستوى هذه المنطقة الشاسعة. منطقة تعد حيوية واستراتيجية على مستوى مرجة الفورات، وستعطي كما قلت متنفسا هاما وكبيرا لهذه المنطقة المتميزة الجميلة. هي تطل على حي اللامريم وحي الربيع والمناطق المجاورة التي إن شاء الله ستستفيد من هكذا مشروع حيوي وهام. أنا إطلالة على مرجة الفورات، والأشغال كما قلت تسير بوتيرة، ووضعت كل الوسائل من أجل أيضا صرف مياه مجاري الأمطار وكل البقايا الخاصة اللي تكون الطريق في هذا. الأشغال تسير كما أريد لها. الشريط السابق اللي برزنا لكم فيه أهمية إنجاز هذا الطريق الخاصة بكل السيارات المؤدية، الآن الشركة ظهرت أنواع أخرى من العمل والاشتغال، هو الجوانب اللي تتشوفوا واللي بدات تتبان. الآن تمر الشاحنة في الجانب الأيسر أمامي اللي هو لاكورنيش اللي غادي يتم من خلاله الاستعمال ديال الراجلين والدراجات. كما أكدوا لي الإخوة التقنيين على أنه غادي تكون هنا 5 ديال المتر، والآخر 5 متر بمجموع 10 ديال الأمتار
اضافيه لانه الطريق اللي متوجه اللي ستبدي كما قلت من المنطلق ديال مسجد مولاي ادريس ورضا حتى الحاج منصور. الان الاشغال امام قريبه من المسجد ديال حي الربيع. هذه المساجد القديمه ايضا متواجده، وهكذا ستكون الطريق، معنى انه بدات كتبان المعالم ديال المنتزه اللي الجنبات ديالو غادي تكون فيها ممرات لا كورنيش اللي تم الحديث عليه سابقا. اذا المسافه ديالو هكذا بهذا الشكل، وبدات كتبان الطريق الان في هذه الصوره المتميزه امامكم، والشاحنات اللي كتمزكين الطريق الوسط، وفي الجانب الايمن والايسر ممر خاص بالراجلين والدراجات، واللي يمشي باناره متميزه ورؤيه متميزه وبانوراما بهذا الشكل على مرجة الفوارات اللي غادي تبقى اذا من المنتزهات الجميله والمتواجده بشكل كبير على مستوى هذه المنطقه. فتحيه لكل العاملين والصاهرين رأس المجلس البلدي لمدينه القنيطره، وايضا لهذه الشركه اللي كتقوم بالواجبه، وكل من يتابع ويسمم عمل المشهود لهذا المرجع اللي كنتمناو ايضا تكون متنفسا لهذه المنطقه اللي وصلت لها الان بعد ما شفنا. اذا هذا حي الربيع المتواجد في هذه الصوره، ايضا المنطقه ديال الملحقه الاداريه 15 التابعه في نفوذها، وباقي الصور حي لاله مريم وحي ورضا وباقي الاحياء المجاوره.